الزراعي ولا مش عارف إيه، عملت لنا معسكر في سويسرا وألمانيا. لو شفت المسافات اللي قطعناها عشان نروح المعسكرين دول آخر الدنيا مش صح. أنا كان نفسي أروح تركيا أقعد فترة كبيرة دي وأعمل مجموعة ماتشات، كان كل إنسان عمل كده. عبال ما لمينا نفسنا وعمال كان في الماتش الثاني. وبعد ذلك شوف الماتشين، انت في الماتش الاولاني بتاع تشيلي دي فرقه كبيره جدا. انا بدات التسجيل اتعادل فات 7 دقايق او 10 دقايق، يعني خرجت بشرف من فرقه كبيره. خرجت الارجنتين ماتش العراق انا بدات التسجيل اتعادل اخر 7 دقايق. بتقدم كوره بتقدم ايه المشكله؟ هو انا رايح كاس العالم انجلترا بكل امكانياتها وبطل اوروبا واحسن فريق بفضل الله تعالى كسبتها 2-0. وانا قبل ما اكسب الاثنين انا خرجت 3 نجوم عندي، مفيش مدرب يستنى ان يخرجهم ابدا. انا خرجت محمود كهربا في الشوطين وانا متعادل 0-0. انا خرجت انا خرجت صالح جمعه 2. انا خرجت رامي ربيع. بص 3 نجوم عندي لان انا بديل مش هادي شخصيه ربيع، انا شايف تخرجوا خد بالك. وخرجنا وتمام وكسبنا 2-0 بعد ما خرجوا زي الفل تمام. فاللي اقصده اننا حاولنا وعملنا وخرجنا بشرف. انا مع اتحاد الكوره المصري لعبت 12 ماتش رسمي، 16 6 ماتشين. البطل امريكا الجنوبيه بطل اسيا، مش مثلا الفرقه اللي فاتت ولا شرف وامانه واحترام. عندك جيل النهارده جيل بص عالمي كله بيلعب فردين كله درجه ثلاثه تعليم ثلاثه تعليم فطلعوا بلاش. انت النهارده ما شاء الله شوف مين بيبيع سمك هو قد ايه، بيبيع رفعت قد ايه، بيبيع كهرباء قد ايه. شوف ضربه التلفزيون كل الناس مشهوره عارفه اللعيب نص حالات مثلا خد اكثر من جايزه وغيره والاسماعيلي غيره. كل ده عشان كان في شغل مصر مليانه والله، بس عاوزه الاخلاص، عاوزه الاجتهاد، عاوزه لسه تعالى. مصر مليانه غيره. وخاصه بص حافظ المنيا، محافظه الدقهليه، محافظه الغربيه، محافظه البحيره، خد بالك دول فيهم لعيبه لو دورت هتلاقي في النجوم في المحافظات دي. طبعا كل المحافظات بس دول مميزين شويه فيهم مواهب. ناس تسعى وتجتهد زي بتوع بتاع جدا هو اللي هيسمع لك، هو اللي بانيك. شوف ربيع سين جاي منين، شوف احمد حسن جاي منين، شوف هتلاقيه من الالف خالص. بس الناس تدور وتشتغل، لكن كل ده يقول لك ايه، انا اجيب ده على الجاي واشتري ده على الجاي عشان الملايين تشتغل والصفقات تشتغل والدنيا تشتغل. شيل 3 4 لعيبه وبعدين قطاعات الناشئين يا جماعه محدش يتكلم فيها